تخيل معايا تكون جالس مع مالين الدار مالك ما بيك وتبدا تعاود ليهم على دوك الكوارث اللي درتي في الصغر. وحده من دوك الكوارث اللي غادي تعاود غادي تجبد عليك النباش داك النهار النيت وغادي تاكل على قبلها قتله ديال لاص. هادشي تقريبا هو اللي طرا لجيمس واشنطن، غير هو بواحد الطريقه اللي مختلفه وبزاف. في عام 2009 جيمس كان كيدوز الحبس على قبل شي حاجه اللي بسيطه وكانوا بقاو له غير شي يامات قلال باش يخرج. واحد النهار حتى غادي تجيه واحد النوبه قلبيه واللي غادي يديو على قبلها الطبيب باش يعتقوه. تما جيمس غادي يحس بلي راه ساعته قربات وغادي يقول مع راسو اجي نعترف بالجريمه اللي درت على الاقل نمشي مرتاح. وداكشي اللي كان جيمس غادي يعاود لهم على الجريمه ديال واحد السيده اللي كانوا لقاوها البوليس محروقه في واحد الدار في عام 1995. جيمس غير غادي يكمل الاعتراف، الملف ديال هاد الجريمه غادي يولي يتحل من جديد. وجيمس مالو غادي يعتقوه الاطباء وما غاديش يموت. وفاش غادي يوعى مع راسو غادي يبغي ينكر داكشي اللي قال، ولكن الادله كانوا كاملين ضده. وهكا جيمس